كيكة من غير اي دقيق، مختلفة وطرية جدا وطعمها حلو وسهلة وهتطلع معاكوا ناجحة من اول مرة. قبل ما نبدأ في الكيك هنعمل شربات خفيف. المكونات والمقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو متقلقوش. هنحط 1.5 كوباية سكر، عليها 3 كوبايات مية، نسيبهم لغاية ما يغلوا، واول ما يغلوا نقوم عصرين نص ليمونة ونسيبهم يغلوا غلوتين 3 كده وبس، نطفي عليه لغاية ما يوصل للقوام ان هو يبقى خفيف كده زي ما انتوا شايفين، مش بنعمل شربات تقيل. تمام، هنسيبه على جنب يبرد وندخل بقى في المكونات بتاعة الكيك وهنعمله ازاي. بولة بقى نحط فيها 4 بيضات وشوية فانيليا ونضرب كويس بالمضرب اليدوي. احنا حتى مش هنحتاج اي مضرب كهربائي. مضرب اليدوي نفك البيض كده من بعضه، وبعد كده نبدأ نضيف السكر. وانا هنا بحط ربع كوباية سكر، مش هنحط سكر كتير. وهنحط هنا كوباية من اللبن ونقلب كويس قوي المكونات مع بعض لغاية بس ما السكر الاقيه ان هو داب معايا. وفي المرحلة دي بضيف الزيت. انا هنا حاطة كوباية الا ربع زيت، وحطيت عليها 2 معلقة كبار من السمنة البلدي او الزبدة، بس عايزة اقول لكم السمنة البلدي بتفرق قوي في الطعم بتاعها. واللي مش عايز يضيف زبدة او سمنة بلدي ممكن نستغنى عنهم، بس هنحط في الحالة دي كوباية من الزيت، كوباية كاملة بقى من الزيت مش كوباية الا ربع. تمام، وهنقلب كويس. بعد كده هنحط 3/4 كوباية جوز هند، وجوز الهند اللي هو يبقى المبشور الناعم ده، مش الشرايح الكبير، لا اللي هو المبشور الناعم. حطيت 3/4 كوباية، يعني انا بستخدم هنا كمان الكوبايات المعيارية، انتوا ممكن تستخدموا الكوباية بتاعة الشاي العادية، بس اهم حاجة الكوباية اللي هنعاير بيها اللبن والزيت وجوز الهند والحاجات دي لازم تبقى نفس الكوباية اللي نستخدمها في معيار كل المكونات بتاعتنا. بعد ما حطيت شوية رشة ملح، هنبدأ نضيف المكون الأساسي بتاعنا وهو السميد الناعم بتاع البسبوسة. هنضيف 2 كوباية كاملين من السميد بتاع البسبوسة ونقلب كويس لغاية ما نخلط المكونات مع بعض. وانا هنا ضفت معلقة كبيرة او كيس من البيكنج باودر، او معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. هنقلب كويس، انا مش هخلط كتير ولا هقلب كتير، انا هقلب بس لغاية ما السميد والبيكنج باودر يتخلطوا مع السوائل بتاعتنا. وهسيب الكيك على الرخامة، هسيب الخليط بتاع الكيك ده على الرخامة حوالي 10 دقايق لغاية ما اتأكد ان السميد امتص كل السوائل عشان يبقى طري معايا ما يبقاش ناشف. فاهمين الفكرة؟ عشان السميد كل ما بيتحط في سوائل كل ما هيشرب من السوائل اللي انتوا حاطينها. هتلاقوا دلوقتي القوام بتاعها خفيف كده يعني، ومش سميكة شوية. بعد شوية بعد على 10 دقايق هتلاقوا ان القوام بتاعها بدأ يتقل، وهوريها لكم لما نيجي نصبها في الصينية. هركنها بقى على جنب. الصينية بتاعتي اللي هدخلها فيها الفرن، الصينية دي تقريبا 30×40، صينية مستطيلة، او ممكن تستخدموا صينية مقاس 28 مدورة عادي جدا. المهم ان احنا هنبطنها كويس. انا هنا بطنتها بسمنة بلدي ورشة من السميد. هتشوفوا دلوقتي اهم حاجة ان انا بعمل الحروف بتاعتها كمان، وهقول لكم دي خطوة مهمة عشان التسوية هتفرق معايا قوي. هنا خلاص غلفتها كويس قوي بالسمنة البلدي، رشيت رشة من السمين، وهبدأ ان انا اقلب معايا الصينية، اقعد اجيبها من الناحية دي للناحية دي عشان اغلفها كويس قوي بالسميد من جميع الاتجاهات، واحاول ارفع السميد شوية كده على الحرف. هنا الخليط بتاع الكيك بتاعي شايفين القوام بتاعه تقل، تحسوه يعني ايه بقى اتخن واتقل. صبيت الكيك بتاعي في الصينية، ما تقلقوش ما تحسوش ان هي هتبقى رفيعة، هي هتنفش وهتتخن وهتبقى هشة وهتبقى تحفة. المهم ان انا نزلت كل الخليط بتاعي، ما سبتش ولا فتفوتة في الطبق بتاعي. ومش هستخدم اي معلقة بقى ولا سباتيولا ان انا افرد الخليط بتاع الكيك، لا انا ههز الصينية اخبطها خبطتين كده، اميلها ناحية اليمين شوية وناحية الشمال شوية لغاية ما اتأكد ان الخليط اتفرد كويس في الصينية. وبعد كده اخبطها كذا خبطة على الرخامة او في الارض عشان اتأكد ان لو في اي فقاعات هوا تطلع، واتأكد كمان ان الخليط يبقى مستوي معايا وكله ايه في سوا واحد، يعني عشان الكيكة تطلع معايا مستوية وعالية من كل الاتجاهات، ميبقاش جنب فيه كمية كيك او خليط كيك قليلة وجنب فيه كمية كيك اكتر. طريقة التسوية بدخلها فرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، ما بشغلش الشواية، انا بشغل من تحت بس
وطبعا الفرن يبقى مسخن من قبل ما نبدأ في الكيك. هسيبها في الفرن تقريبا هتاخد 25 دقيقة وممكن توصل ل30 دقيقة. المهم ان انا هعرف ان هي استوت امتى لما تلاقوها فصلت وشها. اولا هتلاقوه احمر شوية وهتلاقوا الجوانب بتاعتها دي فصلت خالص وسابت الحرف، يعني بقت عاملة ايه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا ما شغلتلهاش الشواية ولا اي حاجة، طلعت من الفرن بتاعي على طول. سقيتها بالشربات الخفيف اللي احنا عاملينه مع بعض وغطيتها بورق فويل وسبتها لغاية ما تهدى تماما. وما تقلقوش كمية الشربات اللي احنا عاملينها دي الكيكة هتشربها كلها. وخلي بالكوا احنا مش معتمدين، احنا يعتبر مش حاطين سكر، ربع كوباية سكر بس، فاحنا معتمدين اعتماد كلي على الشربات اللي احنا هنحطه في التحلية بتاعة الكيك. وبس كده هسيبها تبرد. بعد كده هبدأ ان انا اقطعها. انا بصراحة ما استنيتش عشان انا كنت عايزة اوريها لكم على طول، عشان كنت متحمسة جدا ان انا اكمل الفيديو وانزلها لكم على طول. هنا خلاص قطعت الكيك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. قطعوه بقى الحجم اللي انتوا عايزينه واتفرجوا على الحلاوة والجمال. بجد بجد خطيرة. شايفين الدخان طالع منها ازاي؟ مش قادرة اقول لكم تحفة ازاي. هشة جدا وطرية. عايزة اقول لكم الكيك دي اسمها كيك رواني او رواني كيك، اللي هي كيكة الرواني او كيكة البسبوسة. في ناس كتير قوي بقى بتسميها كيكة البسبوسة، كيكة جوز الهند، كيك الرواني. مهم ان انتوا تجربوا بنفس المقادير دي، مش مشكلة الاسم، المهم يوصل لكم ان الطعم بتاعها خطير. هشة جدا من جوه وسكرها مظبوط قوي قوي قوي، وفيها طبقة كده مقرمشة من تحت ومن على الحرف ومن النص طرية. مش قادرة اقول لكم تحفة ازاي. كلوها بقى جنب كوباية شاي سكره خفيف والشاي كمان يبقى خفيف، واستمتعوا بأحلى كيكة. دي كيكة العصاري او الكيكة اللي بعد ما ترجعوا من المدرسة كده تاكلوها او في السهرة بالليل. مش قادرة اقول لكم تحفة ازاي. بجد بجد لازم تجربوها. مستنية التطبيقات بتاعتكم.